مشاهدي قناة بوان دي زاد، أهلا بكم أينما كنتم. الممثلة الجزائرية مايا رجيل، وكما عودتنا ككل مرة بخرجتها الجميلة والمبهرة، ها هي اليوم تظهر في شوارع فرنسا مرتدية القفطان الجزائري، معبرة عن فرحتها بعدما تم إدراجه رسميا كتراث مادي تابع للجزائر من قبل منظمة اليونسكو. قالت ان القفطان جزائري، يعني مش هنقدر نقول حاجه بعد اليونسكو. وخلال فترة تواجد مايا رجيل في إيطاليا، قامت أيضا بزيارة المعرض الدولي للمقام بالتحديد في ميلان، والذي ضم الجزائر كضيف شرف، والتي بدورها قامت بتمثيل قارة إفريقيا. شوفوا لي شكون ضيف شرف قارة إفريقيا، الجزائر. Algeria for Africa. وهنا في بافيا 6 عندنا ألجيريا، الله يبارك لي فاس، عندنا أفريقيا، إندونيسيا. وروحوا نديكم معايا الارتيجانو انفيرا 2024 اللي هي اكبر معرض الحرفيين في العالم، وفي ايطاليا جايه فيلم. وهذا سمو ميغ، شوفوا عنده واحد الزرابه ما شاء الله، خدمه كيف يقولوا تشرف. عنده دي تابي يهبلوا. هذا نورمالمون اذا ما خلص تاع غردايه، وباينه كي نقولوا تزاير نقولوا تومور. كان هذا دقلة نور كان حاضر تانيت. لي زاكسيسوار كانوا ديسپونيبل، لي زاكسيسوار سوا بربر كابيل الجيروا، كامل انواع لي زاكسيسوار كانوا ديسپونيبل. كانوا اللي عندهم تاني يبيعوا الفخار، لا فيسيل، هذو مخدومين اعماق كامل اللي يخدموهم هما حرفيين جزائريين. اي بيان سور دي برودوي ناتورال بيو الجيريان. هذا صابون. كما قامت مايا رجيل بزيارة كل المشاركة في المعرض الدولي للحرفيين والتعرف على ثقافة كل بلد. ارتيجانو انفيرا لي كوبين هنايا في ارتيجانو انفيرا ديرو تور دو موند غير داخل لافوار. شاك بافيون يديكم فواياج بليزيور بيي، تشوفوا الثقافات، الحضارات، لي غاتو، لي بلا تراديسيونيل، لي توني، لي زاكسيسوار تاع هذيك البلاد. انا شفت حاجات بور لا بروميير فوا لي جامي شفتها. سي جوست واو، سي فريمون.